عرفت ان مصطفى البدري لاعب سموحه داخل التاريخ؟ ما عرفتش؟ تعال انا اقول لك. صباح الخير عليكم. احنا عارفين الازمه اللي حصلت في ماتش سموحه وبيراميدز، وحصل ماس كهرباء، ويعتبر دوت ظرف قهري. وفي اللائحه لما يحصل ظرف قهري بيتعاد الماتش كله. رابطه الانديه قررت ان هي هتعيد الماتش من الدقيقه اللي وقف فيها اللقاء. قلنا ماشي، الفريقين موافقين وهيلعبوا مع بعض وبنفس ظروف اللقاء. مصطفى البدري اول لاعب كره قدم يدخل التاريخ، لانه اول لاعب في تاريخ كره القدم يبدا ماتش برمي التماس. والله زي ما بقول لك كده، بدأ الماتش برمي التماس. دي هتتكتب في التاريخ وفي الجغرافيا وفي الإحصاء وفي الفيزياء وفي الهندسة وفي جميع العلوم. حاجة ما حصلتش في التاريخ ولا عمرها هتحصل. ما تحصلش إلا في حالة واحدة بس، عندنا هنا في مصر. طبعا بعد ما حصل مس كهربائي في ماتش سموحة وبيراميدز، طلعت اللائحة اللي بتقول إن ده ظرف قهري ومفروض هيتعاد الماتش من أوله. قعدوا يهري، وبيراميدز طلبت من اللقاء يتعاد من آخر وقت وقف فيه الماتش بنفس الظروف. طلعت رابطة الأندية عملت الكلام دوت وأعلنت إن الماتش هيتعاد بنفس ظروفه وبنفس الدقيقة اللي وقف فيها الماتش. خلاص دي طلبات بيراميدز. قام بيراميدز منزل بيان من 6 صفحات. مليون في المية محدش قرأ أصلا البيان دوت، لا حد في اتحاد الكورة ولا رابطة الأندية. الوحيد اللي قرأ البيان دوت الزملكاوية. وقاعدين يقروا من ساعة ما نزل البيان إن أنتوا مش عايزين بيراميدز ياخد الدوري، إن أنتوا بتوجهوا الدوري للأهلي، يعني هم عندهم مصايب. ممكن ما يلعبوش كونفدراليه وعندهم الدنيا خربانه، بس اهم حاجه عندهم ان هم يشوفوا سقوط النادي الاهلي. اهم حاجه عندهم ان الاهلي ما يبقاش ناجح. الاهلي عامل لهم عقده اجيال ورا اجيال، وكل زملكاوي يطلع في اي برنامج يتكلم على بيراميدز تحس اصلا ان النادي بجمهوره اتحولوا مشجعين لنادي بيراميدز. المهم يعملوا اي حاجه والنادي الاهلي ما يكسبش اي بطوله. اهم حاجه ما يشوفوش النادي الاهلي ناجح. الناس ديت اصلا نسيت يعني ايه الدوري المصري. الدوري المصري ده مكتوب باسم النادي الاهلي، مش عشان هو بيتجامل ولا عشان حد بيديله الدوري ويقول له خد الدوري اهو، عشان دي البطوله المفضله للنادي الاهلي. يعني مش كفايه ان هم بيضغطوا الماتشات للنادي الاهلي وكل 3 ايام بيلعب ماتش عشان اجلوا له الماتشات بسبب بطوله افريقيا والمنتخب، وده يعتبر ارهاق للنادي الاهلي. ما بياخدش اجازه ما بين موسم وموسم، لكن ما شاء الله عليه ماشي كويس، لان النادي الاهلي نادي جامد. نادي جامد مش بحد، نادي جامد بأدواته، نادي جامد بمبادئه، نادي جامد بالرولز اللي ماشي عليها. شوفوا الفيديو اللي جاي.